حماده تعالى كده حبيبي والنبي، الامتحانات قربت. قول لي مذاكر ايه ومش مذاكر ايه، وتعالى نحط جدول. ماما فكك من حوار الامتحانات ده، انا مهندل الدنيا وكل حاجه لوز اللوز، ما تقلقيش خالص، لو احتجت حاجه هلغيكي. الغيكي ومهندل ولوز اللوز يا من يا حبيبتي، ممكن تسيب الموبايل اللي في ايدك ده وكفايه تيك توكات، ابوس ايدك هتنقطيني. ده شكل واحده عندها مذاكره؟ ست الكل، بقولك ايه، انا يومي كان جامد طرش فما تفصلينيش. طرش وما تفصلنيش. طب بصي بقى يا ست الكل، فكك بقى من كل اللي حصل ده، ومش كل اولادنا بيتكلموا بالطريقه الطفش دي. ايه ده، انا بقيت بتكلم كده ليه؟ لا بجد، مش كل اولادنا فعلا ممكن يكونوا بيتكلموا بالطريقه دي، وفي ولاد ممكن يكونوا بيتكلموا بطريقه اوحش من كده وما فيهاش احترام للكبير خالص. بصي، هو نهايه الموضوع ده ان انت تبقي قريبه منهم ويكون في حدود واحترام من بدري قوي، ولما يخشوا في السن ده هيبقوا قريبين منك صحيح، لكن مش زهقانين منك. طيب احنا دلوقتي قدام امر واقع، وما كنتيش قريبه للولاد من بدري وهم خلاص بيتكلموا معاكي بالطريقه دي اللي هي بالنسبه لك مش مقبوله. تعملي ايه؟ الحل ان انت تمشيها معاهم عقود واتفاقات، ويكون كلامك واضح وصريح، واوعي تخلي قوتك عليهم قوه جسديه او يكون في اهانه او الفاظ مش حلوه كتير، لاني احب افكرك بحاجه، هم خلاص كبروا وهيقدروا يردوا العنف الجسدي واللفظي.